حبايب قلبي اللي بيتابعوني النهارده بقى هعمل لكم سمك بولتي وسمك مكرونه. هخليكي محترفه زي ما بيقولوا في السمك. هخليكي تعملي سمك لونه وطعم وريحه كل حاجه. بس تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش لايك واشتراك في القناه. انا عملت رز اصفر وسلطه وسمك بولتي مقلي بطريقه يعني هتعجبك جدا. بس انت تابعي معايا الفيديو. جبت السمكية وغسلتها كويس قوي وقسمتها نصين. ابتديت بقى ان انا اجهز التتبيله بتاعتها. جبت معايا توم وجبت كمون وفلفل احمر، وابتديت ان انا ادق المكونات دي على بعضها في ايد الجرن طبعا بتاعتك او في الكبه في اي حاجه. وابتدي بقى اعصري عليها ليمون، التوم بالفلفل الاحمر، كمون، ملح. اساسي في السمك الثلاث مكونات او الاربع مكونات دول، والليمون. اوعي تحطي خل. ابتدي بقى اعملي الفتحات اللي انا عاملاها بالسكينه دي. هيطلع معاكي السمك جبار. وسيبيه معاكي في طبق غويط كده يتبل مش اقل من ساعه او ساعه ونص يا جماعه، عشان برضك تبقوا عارفين المعلومه دي. السمك لازم يقعد شويه في التتبيله بتاعته. ابتديت بقى ان انا اتبله من جوه ومن بره، ما خليتش طبعا حته إلا لما خليتها كلها بالتتبيله بتاعتي، واديله الفتحات دي عشان يخش جوه السمك يديله طعم فظيع. واوعي تحطي لي يا جماعه للسمك خل، لا خليكي في الليمون بس والكمون. كده خلاص انا تبلت بقى السمك البلطي بتاعي كله، عملت له الفتحات زي ما انتم شايفين، ركنته على جنب. وجبت سمك المكرونه طبعا صغير، مش هقعد بقى امسكها واحده واحده والكلام ده، لا. جبت التتبيله ورحت مقلباها كلها على بعضها، حتى بتدي السمكيه طعم من بره ومن جوه، بتبقى تحفه معايا. وعصرت عليها ليمونه تاني كده وسبتها وركنتها برضك مش اقل من ساعه، عشان نبقى متفقين ان السمك لازم يتبل مش اقل من ساعة. عندك تبقي تكوني بقى اول حاجة ابتدي فيها السمك، وبعد كده بقى اعملي الرز بقى. تمام. سيبيهم بقى على البوتاجاز كده او على اي جنب كده، وابتدي بقى اعملي الرز بتاعك. مش هياخد معاكي اي حاجة خالص. او شايفين شكله عامل ازاي، بيتحدث عن نفسه. لازم الفتحات اللي في السمك دي تديله طعم. وجبت بقى عشان اعمل الرز بتاعي دول 3 كوبايات رز من الكبار، اللي هي كوباية المية، يعني كيلو الا ربع. كل كوباية بتشيل ربع. ودي بقى المكونات بتاعته. بصل جبته وقطعته. تمام. ودي التوابل: ورق لورا وحبهان وقرفة خشب وملح وكمون وسبع بهارات. وده اسمه لون بجيبه من عند العطار، او زعتر، اسمه زعتر تقريبا، ان انا مش متذكرة اسمه اوي. جبت بقى الحلة بتاعتي ورميت عليها الزيت والبصل. كتري البصل في الرز، المعلومة دي جبارة. كتري البصل في الرز بتاع السمك، هيطلع معاكي واو. واديله اللون ده، هو ده اللون اللي المفروض يكون عليه. انزلي بقى عليه بالتوابل دي: ورق اللورا والحبهان والقرفة الخشب والسبع بهارات والكمون. واللون ده بقى هيغيره وهيوديه في حتة تانية خالص. الازايز دي بتتباع عند اي عطار. خليت 3 كوبايات مية قد الرز اللي انا حطاهم، وابتديت ان انا احطهم يغلوا معايا. قد الرز قديه مية على طول. هيطلع معاكي مفلفل وتحفة، عشان ما تتعبيش نفسك. لو انت جايبه نص كيلو رز عايريه بالكوبايه، واعملي قده ميه على طول. انزلي بقى عليهم بمعلقه ملح كده حلوه، وسيبي المكونات دي كلها تغلي مع بعضها. صدقيني هتاكلي رز بصي، يعني الناس كلها تقولك انت استاذه وحريفه في الرز. وحته تومه كده نيه انا حطيتها، بتدي للرز طعم جبار من الخلطه اللي انت عاملاها بتاعت السمك. كده انا غسلت الرز بقى، ابتديت انزل عليه على الخلطة ديت على طول. عشان ايه نبقى متفقين مع بعض، لازم المية تبقى تكون بتغلي، وتقلبي كويس قوي. قلبي كويس بقى كده وغطيه بقى وسيبيه على النار لما يغلي ويتشرب، وتوطي النار عليه بعد ما يغلي. ريحته كانت قلبة الدنيا، القرفة بقى والورق اللورا والحبهان والكلام ده. وهنا بقى عشان اعمل السمك بجيب دقيق. وفي تركايه يا جماعه دي اللي انا هقول لكم عليها، والسر الخطير في قلي السمك اللي انتوا لازم تعرفوه. السمك البلطي يا جماعه المقلي لازم تعمليه تحطي عليه معلقتين نشا. لازم تحطي على السمك البلطي المقلي معلقتين نشا، عشان تعرفي تقليه كويس قوي ويطلع معاكي محرمش وطعمه مقرمش وتحفه. شايفه؟ انا جبت بقى السمك المكرونه، وابتديت بقى ان انا اعمله في الدقيق بالنشا، معلقتين نشا 2. واتبله واسيبه على جنب. معايا بقى زيت غزير، ونزلت عليه بالمكرونه. وخلي النار بتاعتك تكون عاليه، وعاكي تكون النار قليله. النار لو واطيه معاكي والله العظيم السمك هيتهري معاكي.
بكلمك والله كأني انا اللي بطبخ بالظبط. يعني بقولك الحاجات دي اللي بتطلع معايا الاكل ناجح بجد. يعني بقولك كل الاسرار بتاعتنا في قلي السمك، في التتبيله، في هخليكي محترفه فيه. ريحه وطعم هيبقى جبار والله معاكي. ابتديت بقى ان انا اقليه كده اهوت زي ما انتوا شايفين اللون بتاعه الذهبي الجميل ده المقرمش. شايفين شكله عامل ازاي؟ والله نستايل عليه لايك يا جماعه واشتراك في القناه بجد. على فكره لما هتطلعوا دلوقتي قدامكم هتبصوا تلاقي السمكيه معايا ناشفه، مش طريه ومش شاربه زيت خالص. وما تسيبوش كتير على البوتاجاز عشان ما ينشفش معاك، يا دوبك ياخد اللون من الجنبين وتروحي مطلعه على طول. ولازم يكون الزيت غزير معاكي والنار تكون عاليه بالذات على السمك المكرونه. سمك المكرونه لو النار واطيه معاكي، وده السر التاني اللي هقولهولك، السمك معاكي هيبوظ. لازم نارك تبقى عاليه وتبقى متظبطه. لو النار واطيه عندك والبوتاجاز واطي، حطي حبه بحبه، بلاش تحطي الكميه اللي انا حطيتها دي كلها. ان انا بوتاجازي مساعدني، فانا بالنسبه لي ممكن اقليهم كلهم على مره واحده خلاص. وهنا بقى رحت متبله السمك البلطي بتاعي ورحت نازله عليه على الطاسه على طول عشان اقليه بقى. شايفين شكله وهو بيتقلي عامل ازاي؟ يعني سمك بلطي مقلي فظيع. سمك يعني شايفين شكله عامل ازاي؟ حرمشه بقى وطعم وريحه، هتبقي جباره استاذه فيه. بصي خدي كل خطوه انا عملتها كويس قوي واعمليها، هتدعي لي وهتقولي شايفه لون الزيت عامل ازاي ما غيرش معايا. شايفه ازاي؟ لان انا بنفض السمك كويس قوي من الدقيق، ما بخلوش عليه اي دقيق. وفي كمان ساعات كنت بعمل ايدي ميه كده واحطه على السمكيه بعد الدقيق عشان الزيت بتاعه اللون ما يغيرش. شايفين بقى شكل الرز عامل ازاي ومفلفل ازاي؟ كده انا خلاص خلصت اكلتنا الحلوه، واستايل عليها لايك واشتراك في القناه. ولو عجبتكم بقى يا جماعه ادعموني بقى وقولوا لي رايكم ايه. ان انا بحب دايما الناس اللي بتبقى متابعاني تقول لي يا ترى انا بعمل ايه، يعني حاجه حلوه او لا. شايفين السمك المقلي عامل ازاي؟ فظيع ومحرمش، وحبة سلطة جنبه بقى، وألف هنا والشفا عليا.